السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين الأعزاء. إلى أهم العناوين: قطار برشلونة يدهس إلشي ويقترب من لقب الليغا. أنسو فاتي يكسر صيامه الطويل في الليغا. جماهير بايرن ميونخ تسخر من لاعبي دورتموند. واصل النادي الكتالوني سلسلة الانتصارات بفوز خارج أرضه بملعب مانويل مارتينو فاليرو ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني، حيث فاز برشلونة بنتيجة عريضة. سجل كل من ليفاندوسكي هدفين في الدقيقتين 20 و66، وأنسو فاتي في الدقيقة 56، وفيران توريس في الدقيقة 70. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 71 نقطة، متربعا على عرش الليغا في الصدارة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 13 في المركز الأخير. بعد غياب طويل عن المرمى، أنسو فاتي نجم برشلونة كسر صيامه من خلال مواجهة إلتشي مساء يوم السبت في الجولة 27 من الدوري الإسباني الليغا، وسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 56 من عمر اللقاء. وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن فاتي سجل أول هدف له في الليغا هذا الموسم منذ أكتوبر 2022، وأردفت أنسو فاتي مر بأطول سلسلة له دون تسجيل أهداف في الدوري الإسباني، والتي تقدر ب14 مباراة. سقط لاعبو بروسيا دورتموند ضحية لسخرية جماهير البايرن مساء يوم السبت بملعب الأليانز أرينا في الدوري الألماني. كشفت شبكة سكاي سبورت الألمانية عن سخرية جماهير أصحاب الدار أثناء تقدم الفريق البافاري ب4-2 قبل نهاية المباراة، وأشارت إلى تفاعل جماهير البايرن مع تمريرات نجوم فريقهم فيما بينهم قبل أن يهتف من سيكون بطل ألمانيا يا بروسيا دورتموند، حيث استطاع أصحاب الدار تسجيل 3 أهداف في 10 دقائق خلال الشوط الأول، وهو ما رجح كفة الفريق رغم تسجيل ضيوف هدفين في آخر 20 دقيقة من زمن اللقاء. إذا أعجبكم متابعينا الأعزاء الفيديو فلا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.